صباح الخير. يوم واقعي من بيت عراقي منتظر الراتب. قعدت الصبح على أمل إنه ألقى الراتب نازل. سألت زوجي قال لا والله بعد ما نازل، هذا آخر ربع عندنا بالبيت كله. المهم فتحت المجمدة ظليت أدور بيها لقيت نص سمكة. لا تشوفون الفرحة بنات، يعني تقولون أنا زوجي يقول شنو انت صدتيها؟ هاي السمكة انت صدتيها؟ يعني لو لقيتيها بالمجمدة كلش فرحت بيها صراحة، ما أدري منين صارها كوما. الخطة كانت أكيد خطة الطوارئ مرق عدس وتمن، بس المشكلة مو هنا، المشكلة إن أنا ما عندي معجون والحصة متأخرة، يعني خلصت أصلا، وهذا آخر بطل زيت وهذا البطل ثمين يعني كلش ثمين. جيت أنقع تمن الوجبة احنا نسميه صراحة، يحتاج تنقيع. أوكي. أنا شوية مالي خلق لأن نفسيتي زفت، يعني ما أعرف إحنا ليش وقت نبقى ننتظر الراتب. ما أدري، سولفونا إذا وصلت لهاللحظة قلنا كتبونا بالتعليقات استلمتوا لو بعدكم. إيه، غسلت التمن وراح أنقعه. شوفوا بنات، يعني هي مو يقولون أكو، أنا شفت بنية كاتبة بالتعليقات، يعني مو على قناتي لا بالفيس، إنه انتو شنو كل همكم بطنكم وكدرتوا رواحتكم وشي وتصورون الثلاجات وكذا. أحب أقولها حبيبتي، يعني هو واحد إلمن يشتغل، يعني هو العائلتي البيت البطنة، إيه هو احنا نشتغل بطولتنا. خير شي بالزاهي ظل هذا، يعني شوفوا قدامكم، وخليته بالمعجنة هنا، قلت أغسل بيه مواعين الغدا، والمشكلة مواعين الغدا بيها سمج فلازم نذبه وراها. شلون بنات قولولي شو أسوي؟ يعني خلنا شوية نباشر بالدعاء أكثر. إيه العدس هذا طبعا، هذا العدس ما يستوي، ما أدري يمي هم هيجي يمكم هم هيجي العفو. إيه فأنت يا بطل الزيت ظل، أنا راح أخليك مسارية وأباوع عليك. جيت أستخدم زيت الكبة اللي قلبي كبة، قلت خل استهلكه هسه، وأصلا يعني إذا نظل هيجي هو احنا يمتى نسوي كبة تمن قابل بعد إذا ماكو زيت. إيه سويت بنات ما عنده معجون، فهمزين أنا مرات يعني نجيب طماطة هواي وشي، شو أسويها يعني عصير طماطة وأضمها بالمجمدة، أصفيها وأضمها. همزين لقيتها وقلت خلي أجرب، هي نشوف لو بالهدف لو بالنجف، شوف تصير طيبة لو لا. ايش تتوقعون تصير طيبة؟ يعني مجربين المرقة بس ماي طماطة بدون معجون؟ شوفوا صراحة عائلتي مو كلش شوي مرق العدس أصلا، يعني مو كلش يحبون المروقات، بس يعني مجبورين ما يقدرون يحجون. عرفت الغدا أنا طبخت على الطباخ الليزري لأن ما أريد أخلص الغاز، يعني الغاز عندي كلش قليل، فجيت يعني بين الغسالة وبين الكهرباء جيت أشر الملابس. اليوم الجو مغيم، مال سفرات مال طلعات ونسى، بس يلا شو نسوي، الحمد لله والشكر. وخرت العدس من النار خليته على الصوبة، وجيت أخلي أطبخ التمن. عليكم الله شفتوا الحركة، يعني بس هيك شمشمت الجدر زيت ورجعت الزيت، رجعت عيني يجوز ايدي يقوم بينا الناقصة، واسبوع ما ينطونا راتب، وين ننطو وجهنا. ايه عندي شعرية، آخر ما تبقى من الشعرية خليته ويا التمن، قلت يصير طيب، وخليت ملح. وهنا قاعد أراويكم المرقة صارت كلش طيبة، حتى لونها حلو، يعني قلت عادي إنه حتى لو عندي معجون أعتمدها بهاي الطريقة، يعني حسيتها حتى صحية أكثر، فيلا حلوة عادي. جيت هنا السمشايتنا الحلوة قلت خل أقليها على الليزري، بس للأسف يا فرحة ما تمت، طفت كهرباء الوحدة، طفت ما لحقت يعني ساعتين عليها. المهم جيت شغلت الطباخ وقلت خلي أقلي السمج. والله صراحة شوفوا يعني أنا معتمدة بس على هو راتب زوجي، بس هسه ثبت له إنه أم البيت يعني هي هم ظلت تهم وشي. صراحة أنا هاي أول مرة أجرب. شوفوا منقلكم آخر ما تبقى، صدقوا آخر ما تبقى هاي عندي حروف مال خبز أنا مخليتن بالمجمدة، مرات نثرد بيهن من نسا وباكر لو شي، اضطريت أطلعهن وحميتن بالفرن. الحمد لله والشكر على النعمة، غيرنا ما لاقي يعني يمكن حرف خبز، بس نقول حسبي الله ونعم الوكيل على الحكومة. اي صدق بنات، انتو جزء يعني راح تقولون اكو يوتيوبر قاعد يطلعون مشتريات ويعني حياة حلوة ومترفة، انت جاية تتحسبين وما ادري شنو، بس انا نقول لكم الواقع. اذا اكو بيت واحد بس بالعراق عايش هيك يعني
وهي مو هاي فعادي عندي، يعني أقصد يشبهني. أوكي، إحنا نتحمل والحمد لله والشكر، بس نقول حسبي الله عليهم. أي والله ادعوا عليهم بنات، ادعوا. جيت جيت أصب التمن العفو. ايه والله التمن هم طلع طيب، يعني هو تمن الحصة طيب إذا تخلي وياه شي، يعني إضافة مثلا عدس أو شعرية وهيك سوالف، يعني حبشكلات إذا واحدة مني ورد يصير مو طيب. اي وتغدينا والحمد لله وسهمكم العافية. أخير شي جيت أسوي المطبخ، يعني أنا ما أحب أنظف إذا مو منظفات وشي، بس شو نسوي؟ غسلت المواعين، غسلت السنقي ولمعته، جلفته جلفة زينة بالزاهي، والحمد لله والشكر. هنا زوجي جاب لنا برجر، راح يعني من المحل يمنا أخذ، قال له على رأس الشهر، باكر رأس الشهر. إيه عندي كوبايتين همينة، قلت له ما راح أقليهن، خل أستخدم الفرن، نستغل الكهرباء، خليتهن بالفرن. ما أعرف غلطتي إنه أنا ما خليت، يعني شو أشوف دائما يقلوهن يسووهن بالقلاية الكهربائية يقولون حلوة وشي، بس صراحة ما عجبنا الطعم، يعني حرامات خربان. وهاي الصلصة شوفوا، هاي شعبية الشهر، قصيتها بالنص وجيت أغمس بيها. أتمنى الفيديو عجبكم ونقل لكم تجربة، يعني واقع بيت عراقي. ولهنا يخلص الفيديو. باي باي بنات، وهاي سهرة أنا وبنيتي. باي.